أقام الأهلي العظيم احتفال راقي ورائع يوم الجمعة على سفح الأهرام لتدشين مؤسسة الأهلي المجتمعية، المؤسسة اللي هيكون دورها اجتماعي فقط مش رياضي نهائي، هي مساعدة المحتاجين اقتصاديا، تعليميا، صحيا. ففي الحقيقه من ضمن الحضور كان في لفيف محترم جدا من اقول ايه من كل فئات المجتمع سواء الرياضي او الفني. فكان من ضمن الحضور كابتن علي ابو جريشه وكابتن حسن شحاته وطبعا مجلس اداره الاهلي باكمله. فاتعمل مزاد على تيشيرت كابتن علي ابو جريشه اللي فاز بيه ببطوله افريقيا سنه 1969 مع نادي الاسماعيلي، وميداليه من ميداليات كابتن حسن شحاته اللي فاز بيها الميداليه الذهبيه، فاز بيها مع المنتخب في 2006 2008 2010، وتيشيرت كابتن محمود الخطيب اللي فاز بيه سنه 82 باول بطوله افريقيه للنادي الاهلي. اتعمل مزاد على الثلاث حاجات دول. تيشيرت كابتن علي ابو جريشه وصل في المزاد 100,000 جنيه، ميداليه كابتن حسن شحاته وصل ثمنها 700,000 جنيه، وتيشيرت كابتن محمود الخطيب وصل ثمنه مليون جنيه. وفاز بالثلاثه في المزاد هو الباشمهندس محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، عشان تبتدي مؤسسه الاهلي المجتمعيه وهي في صندوقها 1,800,000 جنيه، ليظل النادي الاهلي هو النادي الاول في العالم اللي يقوم بهذا الامر، علشان هو حاسس وقايم بدوره المجتمعي على اكمل وجه. دوره مش رياضي وبس، لا ده دوره مجتمعي. الله عليك يا اهلي عظيم، احنا بنفتخر ان احنا بننتمي لهذا الصرح العظيم، لهذا الكيان الاعظم على مستوى مصر وافريقيا والشرق الاوسط، بل تصل عظمته لمصاف اعظم الانديه العالميه. الله عليك يا اهلي عظيم.